اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اطعم وألذ صوص جبن. هنعمله في المنزل بأسهل طريقة وبأقل التكاليف، وهنعمله احسن من اللي احنا بناكله في المطاعم بكتير. هتقدميه بقى جنب بطاطس محمرة، جنب سندوتشات، هتعملي منه طواجن، مكرونة بشاميل او مكرونة وايت صوص. بصراحة تحفة. يلا بقى بينا نشوف هنعمل صوص الجبن القمر بتاعنا ده ازاي. انا كده معايا وعاء كده حطيت فيه كوبايه من لبن الحليب. ده لبن كامل الدسم عشان يدي، علشان يدي كده طعم لصوص الجبنه بتاعنا. هضيف كده على كوبايه اللبن الحليب معلقه من الدقيق او الطحين. هنقلبهم كده مع بعض قبل ما نولع عليها النار. وبعد كده اروح مولعه النار، وهضيف كده معلقه من الزيت عشان دي اللي هتخلي معانا صوص الجبن فيه لمعه. طبعا هضيف كده قطعة زبدة صغيرة. طبعا لو مش حابة تضيفي زبدة مفيش اي مشكلة، هتكتفي بس بمعلقة الزيت. بس الزبدة بتدي تست عالي قوي للصوص بتاعنا. على النار كده لحد ما يغلي معانا. من بعد كده الغليان كده دقيقتين 3 لحد بس ما الدقيق يضيع في قلب اللبن، مبقاش له اي اثر خالص. بعد كده هطفي عليها النار، وهضيف بقى الجبن اللي انا هحطها. حابه تضيفي، انا هضيف قطعتين من الجبنه النستو. طبعا حابه تضيفي جبنه نستو بس، جبنه شيدر بس، جبنه رومي بس، اي نوع جبنه انت حابه تضيفيها. هضيف كده قطعتين من الجبنه النستو، عليهم نص كوبايه من الميكس جبن. دي جبنه شيدر على موتزاريلا على رومي. ممكن تكتفي بس بشيدر بس او رومي بس او موتزاريلا بس حسب ما انت عايزه. طبعا انا طفيت النار، وهقلب كده والنار مطفيه. ما تقلبيش حطيش الجبن والنار يكون عليها مولعه، علشان لما تقعد معاكي الجبنه في قلب التلاجة ما تتقلش منك زياده عن اللزوم، تفضل بنفس القوام اللي احنا هنعمل بيه. حتى لو زادت بسيطه تبقى تقول بس بسيط، مش اللي هي تبقى ماسكه قوي. هضيف كده على سن المعلقه كده، على سنها رشه كده بسيطه من الزعفران عشان بس يدينا لون زي اللون اللي احنا بناكله في المطاعم، زي الصوص اللي احنا بناكله في المطاعم بالظبط. تمام. ممكن تستغني عنه خالص وتخليها كده بطبيعتها، بس عشان بس يديها نفس الصوص اللي احنا بناكله في المطاعم. ممكن تستغني برضو، ممكن تستبدلي الزعفران بكركم سنه بس بسيطه. بس انا بفضل الزعفران لان طبعا ما اداش معايا طعم خالص في قلب الصوص، هو بس ادى معايا بس لون. ما شاء الله كده معانا صوص الجبن جاهز جاهز معانا. بصراحه تحفه في منتهى الجمال. اسهل واطعم صوص جبن هتعمليه، احسن بكتير واوفر من اللي احنا بناكله في المطاعم. بصراحه تحفه. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.